انا جيت. في 2003 هوليوود هتنزل لنا فيلم جديد بعنوان جوني انجلش. بطل الفيلم هو جوني، بطل كده تحسه من بعيد ان هو هيبه كده وكاريزما في نفسه، بس اول لما بيبدا المهمه بنعرف ان هو عيل عبيط واخد مقلب في نفسه. جوني بقى هو التجسيد الحرفي للمنتخب الانجليزي، عايش دور مش دوره وعاطي لنفسه حجم اكبر من حجمه. انجلترا دايما في اي بطوله بتكون من المرشحين الاوائل سواء يورو او كاس عالم، مع ذلك عمرنا ما شفناهم بيرفعوا كاس، وفي اغلب الوقت اساسا بيخرجوا بفضايح. بس اللي استفزك اكتر بقى هو الجمهور الانجليزي، هو واغنيته اغنيه اتس كامينج هوم. الأغنية بتقول إن كأس العالم هيرجع لبلده تاني اللي هي إنجلترا، وعايشين في الدور ومصدقين إن هم هيجيبوا كأس العالم. بص يا صديقي، وبما يرضي الله لو إحنا هنسمع الأغنية دي من الجمهور البرازيلي فهي مقبولة، الناس عندهم 5 كأس عالم وتاريخهم يتكلم عنهم، إنما إن الجمهور الإنجليزي هو اللي يغنيها فدي حاجة مش مقبولة. إحنا لو فوقنا من الوهم وبصينا بعين فاهمة كورة هنعرف إن إنجلترا في تاريخها كله مفيش غير كأس عالم سنة 66، ومن يومها مفيش ريحة لبطولة تانية. ولو أنت لسه مش مقتنع إن المنتخب ده على الله فالعبد لله هيقنعك في الحلقة دي.